من الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا بحضراتكم. في النهاردة هنحكي معجزتين لماري جرجس. وأول معجزة إنه محدش يقدر يسرق كنيسة ماري جرجس. مين اللي يقدر يسرق ماري جرجس يعني؟ والمعجزة التانية إنه ماري جرجس أثبت بكل جدارة إنه فعلا شفيع سريع جدا في النتهة. أول ما تندهله في الحال يكون يعني نجاك من الضيقة أو الورطة اللي انت فيها. معجزتين جمال جدا. هناخد بركة الشهيد العظيم ماري جرجس الروماني سريع النتهة. وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان غيرنا يستفاد. ولو أول مرة تسمعونا ما تنسوش تشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. فعلوا زر الجرس. أما دلوقتي تعالوا مع بعض ناخد بركة الشهيد العظيم ماري جرجس. احنا معانا زي ما قلت لحضراتكم في البداية معجزتين. معجزة منها حصلت في كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس، وماري جرجس سمر الراجل الحرامي مكانه بسبب اللي كان هيعمله. والمعجزة التانية لشاب كان بيحب ماري جرجس جدا. تعالوا نبتدي بالحكاية الأولى ونخلي حكاية ماري جرجس وكنيسته التانية. كان في شاب، والشاب دوت على وش جواز. وطبعا عارفين ان قرب الفرح بيبقى الترتيبات على اكمل وجه. شقة العريس دي بتبقى مش ناقصها ولا حتى ابرة. في حقيقة الامر انه الشاب دوت كان شفيع وحبيبه ماري جرجس، وكان يحبه جدا وواخده شفيع قوي ليه في اي حاجة. لدرجة ان الشاب ده اول حاجة عملها لما اخد الشقة بتاعته ودهنها وظبطها، اول حاجة انه راح جاب برواز كبير جدا لماري جرجس وعلقه في وش باب الصالة، وفي الصالة في وش الباب بتاع الشقة. وقال دي اول حاجة اعملها في الشقة يا ماري جرجس قبل ما احط فيها ولا قشاية. خد بالك من الشقة وخد بالك مننا وبارك حياتنا الجديدة واشفع من اجلنا. انت عارف قد ايه انا بحبك وواثق ان انت بتتشفع لي. وبدأ يجيب الأجهزة الكهربائية ويحطها في الشقة، وبدأ يجيب الأوض النوم والحاجات كلها اللي هي عليه. والعروسة عشان قرب ميعاد الفرح هي كمان جابت الحاجات بتاعتها وفرشوا الشقة على أكمل وجه. حتى السجاد حطوه فرشوه. وخلاص فاضل على الفرح أسبوع. ف يعني هو كده من وقت للتاني كان يروح يبص على الشقة كده ويطلع. هو واخد شقة في وسط عمارة يعني. إذ فجأة في ليلة من الليالي رايح يشوف الشقة بتاعته، فتح الباب لقى الشقة على البلاط زي ما بيقولوا، ولا قشاية موجودة في الشقة سوى برواز ماري جرجس اللي متعلق على الحيطة. الشاب كان هيتجنن ومش عارف ايه اللي حصل. بدأ ينده على الجيران: انتوا ما شفتوش الحاجة بتاعتي؟ هو ايه اللي حصل؟ قالوا له: الله، هو مش انت يعني كنت جاي من يومين 3 كده وقعدت تتعارك انت واهل العروسة وعملتوا عركة مع بعض، وهم قالوا لك والله ما احنا مدخلينها ولا مكملين الفرح، وقاموا شايلين كل حاجة ومنزلينها؟ قال لهم: انا؟ قالوا له: ايوه، احنا كنا سامعين صوتك وكان في صوت عالي وقلنا يا جماعه استهدوا بالله مفيش، وخدوا الحاجه ومشيوا. كانوا حوالي 6 رجاله حملوها في العربيه ومشيوا. بقى الراجل يلطم، عرف ان كده الشقه بتاعته اتسرقت. فبص على صورة ماري جرجس قال له: يعني انا حطك على الحيطة كده؟ انا اسفة يعني ان هو قال كده لماري جرجس، بس هو في غضبه يعني، مع ان ما يصحش حتى لو زعلانين ان احنا نتكلم كده مع القديسين، لكن عشميات يعني بينه وبين ماري جرجس عشم. فبيقول له: هو انا حطك على الحيطة كده زينة مزين بيك الحيطة، ولا بقولك خد بالك مننا ومن حاجتنا؟ ازاي يا ظابط يسرقوا الحاجة بتاعتي وانت موجود في الشقة؟ انا مش عارف اعمل ايه. اتصرف، الفرح بعد كام يوم، انا اعمل ايه؟ ازاي انت سريع النتهة وكده؟ وراح بسرعة. قعدوا الجيران يقولوا له: بلغ يا استاذ، هم ما لحقوش كتير يمشوا، اه اتصرف، بلغ او اعمل اي حاجة.
ففي الحقيقة راح بسرعة بلغ في أقرب اسم شرطة كان موجود جنب من السكن بتاعه. وبعد حوالي ما كملش ساعة راجع طبعا حاطط ايده على خده وقاعد مش دريان بنفسه هيعمل ايه، والفرح اللي كام يوم وما صدق اخلص الحاجة. طبعا كانت الايام دي فعلا السرقة كلها كانت شغالة بالطريقة دي، سواء كانت شقة عرسان او شقة ناس. كانوا يعملوا الحركة دي انه الحرامية يجيبوا واحد وواحدة ويعملوا نفسهم ان ده العريس والعروسة، وان هما اتعاركوا مع بعض واهلها قرروا انه ياخدوا الحاجة بتاعتها وكانوا يسرقوها. هي دي كانت النصباية اللي شغالة في الايام دي يعني. فكان قاعد عمال يقول للمرجرجس وبعدين انا مفيش في ايدي حاجة اعملها. مفيش نص ساعة ولقى الباب بتاع شقته بيخبط، وظابط جاي ومعاه شوية حرامية كده كام شاب يعني، وبيقول لهم طلعوا كل حاجة خدتوها وحطوها في مكانها بالظبط زي ما كانت حطوها. وكان بيتكلم بهيبة كده. فبدأت الناس تقول له حاضر حاضر، وخد كل حاجة وحطوها فعلا في مكانها. فالشاب ده بيقول له انا متشكر جدا، انتوا ازاي عثرتوا عليهم؟ ده انت سريعة قوي. يعني انا لسه مبلغ ما كملتش ساعة ولا حاجة، وتوقعت ان الموضوع هيطول. ف قام بصله كده وضحك، قال له هو انت مش طلبت مني ان انا اساعدك؟ بس تاني مرة ما تتكلمش وانت زعلان بالطريقة دي، لان ما ينفعش نكلم حد بالطريقة دي. وارجوك رجع تاني البرواز وصلحه ورجعه مكانه. واختفى من قدامه. انت مين انت مين؟ طبعا كان ماري، لان هو في عزم غضبه شد البرواز وقعه، ففي حاجات اتكسرت في البرواز. فده كان ماري يعني بيعاتب عليه لانه اتكلم بطريقة مش حلوة. فطبعا الحرامية كانوا لسه موجودين، فمسكهم قال لهم قولوا لي انا مش سايبكم، قولوا لي ايه الحكاية وايه اللي حصل يا باشا، حرمنا تبنا تبنا والله العظيم ومش عارفة ايه. قال لهم قولوا لي اللي حصل واسيبكم تمشوا، لما قلتوليش اللي حصل انا هبلغ دلوقتي ان انتوا جيتوا هتتسجنوا. قالوا له احنا صراحة عملنا فيلم قدام السكان في العمارة عشان محدش يتعرض لينا ويقول لنا ما تاخدوش حاجة، وعملنا نفسنا ان احنا تبعك وخدنا العفش كله. فلما حاولناه كان في الوقت ده الظهر والشمس كانت حامية جدا، كان الموضوع ده في الصيف. وجينا نمشي فلقينا ظابط اللي هو كان قدامك ده يا باشا، وقفنا وقال لنا واخدين الحاجات دي ورايحين بيها فين؟ فخفنا واترعبنا، قال لنا رجعوها مكانها تاني. فاحنا يعني تظاهرنا ان احنا هنسمع كلامه ولفينا بالعربية ومشينا في مكان تاني على اساس ان احنا نهرب بالحاجة يعني. لكن في لحظات لقيناه واقف قدامنا في الاتجاه المقابل. ازاي مش عارفين. وقفنا وقال مش قلتلكوا ترجعوا الحاجة مكانها؟ تالت مرة رجعنا، فضلنا رايحين جايين في عز الشمس والشمس حرقتنا لحد ما قلنا له تبنا. جا قايل لنا انا هركب معاكم وهرجع ارجع الحاجة بنفسي وياكم. فطبعا كنا خايفين جدا ومرعوبين منه. ولحد ما جينا لحد هنا، هو راح فين يا باشا؟ كان واقف معاك. قال له اه خلاص انا فهمت كده كل حاجة. فطبعا كانت بالنسبة له معجزة بكل المقاييس. وفعلا مرجرجس سريع النتهى جدا لكل اللي ينده عليه بإيمان ومحبة. والحاجة اللي تفرح القديسين قوي ان انتوا تفتكروهم في اعيادهم، وان انتوا دايما تعملوا لهم تماجيد. لو جبتوا شمعة صغيرة وقفتوها قدام الصورة بتاعتهم وقلتوا التمجيد بتاعهم، صدقوني بيحب قوي الحكاية ديت، ويحب اللي يعني يطلب منهم يتشفعوا لهم امام ربنا بكل ايمان وثقة يعني. وعشم كبير طبعا زي الراجل ده ما عمل. حد يقدر يسرق مرجرجس؟ دي الحكاية التانية. كان في واحد طيب كده وراجل يعني مبسوط، ربنا مديله كتير، كان اسمه عم عريان. عم عريان ده كان نفسه كده يجدد كنيسة مرجرجس اللي موجودة في مصر القديمة. وكان نفسه يعني ايه يدهن الكنيسة ويخليها كده منورة وحلوة يعني. فقرر ان هو ندر ليه لمرجرجس انه يبيض الكنيسة كلها. فراح لمقاول واتفق معاه على كل الشغل، وقال له انا حسابي كذا، قال له من عينيا الاتنين، لكن اهم حاجة امانة عليك، انا عايز حاجة تفرح قلب مرجرجس. انا هديلك كل اللي طلبته
لكن تديني انت كمان شغل كويس. فرد المقاول وقال له ما تقلقش، احنا هنعملها احسن من اي كنيسة شفتها في مصر الجديدة حتى. فقال له واحنا كده متفقين. خرج عم عريان وساب العمال يشتغلوا والمقاول يشتغل، وراح هو بره الكنيسة يتابع الشغل واحدة واحدة كده من بعيد. لكن المقاول كان عايز عم عريان يمشي من الكنيسة بأي طريقة، لأن كان في دماغه حاجة تانية خالص، وهي سرقة كنيسة ماري جرجس. اللي بيعمله في كل شغلانة انه كان المقاول ده يقرر انه يقلل في نص المون اللي هيعمل بيها ويوفر لنفسه شوية مكسب. وطبعا المكسب ده حرام لانه اتفق على حاجة وبيعمل عكسها. بس تفتكروا انه ماري جرجس يسكت؟ لا اكيد. بدأ فعلا المقاول ده يجيب الخامات المضروبة والخامات القليلة في السعر، وطلع فوق السقالة السلم الطويل دوت بسرعته المعتادة، عشان يعني السلم نصين كده يعني، علشان يبتدي يدهن ويجهز الكنيسة يعني. فجأة حس بحاجة غريبة، السلم عمال يقفل على رجليه نصها بره ونصها جوه ومش قادر يتحرك. وكل ما يحاول يفك نفسه السلم يضيق اكتر واكتر. المقاول ساعتها فهم انه دي قرصة ودن من صاحب المكان علشان اللي هو عمله. فالمقاول قعد يصرخ ويقول للناس الحقوني، حد يلحقني، خلاص يا ماري جرجس مش هسرقك تاني، وعد مني بس فكني وانا هعمل كل حاجة ومش هاخد حتى فلوس. بدأ العمال يجروا عليه، وعم عريان اللي كان قاعد بره جري لقى الراجل مفزوع وصوت صريخ، والكنيسة كلها من الشعب وكله اتلم مسؤولين. ايه اللي حصل؟ قال لهم انا معترف، وخلى ماري جرجس طبعا خلاه اعترف بكل اللي عمله، وانا غلطان وحق ماري جرجس فوق راسي، وانا هعمل الشغل ده كله ببلاش ومش هاخد حاجة وعمري ما هسرق تاني. فقال له يبقى كده ماري جرجس كان بيعاقبك. فقعدوا يعملوا تمجيد لماري جرجس وقالوا خلاص يا ماري جرجس هو عرف خطيته ومش هيعمل كده تاني وهيشتغل بضمير. وبعد ما صلوا طبعا وابونا صلاله، لقوا السلم اللي كان لازق في بعضه وزانق على الراجل بدأ يفك، والراجل قدر ان هو ينزل، لكن كان بيترعش من الخوف وهو عمال يقول اخر مرة اخر مرة مش هعملها تاني. لكن عم عريان ابتسم بابتسامته الهادية وقال له بقى في حد يفكر يسرق ماري جرجس؟ ما لقيتش غير ماري جرجس. قال له توبة، عمري ما انا عاملها تاني. وفعلا اتغير حياة الراجل ده. لكن اللي عايزة اقوله انه ماري جرجس مش مجرد شهيد استشهد على اسم السيد المسيح وانتهت قصته على كده، لكن هما في السماء كل الشهداء والقديسين احياء بينظروا لينا وقت الضيق ووقت الاحتياج، وبيتشفعونا امام عرش رب المجد يسوع المسيح اللي بيستجيب لصلواتهم من اجلنا حسب ارادته ومشيئته الصالحة. لكن اللي علينا نطلب اللي احنا عايزينه بإيمان، فربنا يدينا اللي احنا عايزينه بزيادة كمان، لأنه هو قال فلا تكون إلا فرحا. ربنا عايزنا كلنا نكونوا فرحانين. يا بخت اللي يتشفع بالقديسين، ويا بخت اللي يصلي بإيمان ياخد اللي هو عاوزه. بكده نكون وصلنا لنهاية معجزة النهاردة. أتمنى من كل قلبي تكون سبب بركة لكل اللي سمعها. ما تنسوش تعملوا لها لايك وشير عشان توصل لغيرنا والكل ياخد بركة. أما سؤال النهاردة، بما أننا ذكرنا معجزة على اسم الشهيد ماري جرجس، فماري جرجس مشهور بلقب. ايه هو لقب الشهيد العظيم ماري جرجس؟ اكتبوهولي في التعليقات وانا برد على اجاباتكم، واشوفكم باذن يسوع في فيديو جديد ومعجزة جديدة من قناة كوروني وصلواتكم. سلام. ولو ليكوا اي طلبة اطلبوها بايمان واكتبوها في التعليقات، وثقوا ان هي بتوصل لربنا بشفاعة الشهيد العظيم ماري جرجس. يا ماري جرجس انت شايف كل الصلوات والطلبات اللي هتتكتب في التعليقات دلوقتي، وصلها الرب المجد يسوع المسيح وفرح الكل. اشوفكم بخير. سلام.